السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل الأداء الدولي المغربي اللاعب المهاري عبد الصمد الزلزولي مع فريق أوساسونا ضد فريق أتلتيكو بولباو في بطولة كأس الملك لدور النصف النهائي. سوف نتعرف على كل ما قدمه الزلزولي في مباراة اليوم، كذلك التعرف على تقييم عبد الصمد في مباراة اليوم. قبل البداية في التفاصيل والتحدث عن عبد الصمد، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو، اشتراك جديد ولنبدأ على كل في التفاصيل أكثر والدخول في صلب الموضوع. عبد الصمد شارك أساسي بشكل فريق أوساسونا ومدربه، وللأمانة كان واحد من أفضل نجوم هذه المباراة وكرجل اللقاء وكأعلى تقييم في المباراة بتقييم 7.8. سجل الهدف الواحد في المباراة لفريق أوساسونا وهدف الفوز في مباراة الذهاب. أداؤه كان جيد، سجل الهدف الثاني على التوالي لأول مرة مع أوساسونا. للأمانة قدم مستوى جيد، كان أكثر لاعب نشاط في الهجوم، خلق الفرص والمحاولات، أعطى حلول هجومية قوية خصوصا بالاختراقات والمراوغات التي يتقنها. اليوم كان فعالا وكان حاسم في تسجيله لهدف الثاني في بطولة كأس الملك هذا الموسم. أتمنى أن يستمر في هذه الوتيرة. حاليا فهو في مستوى جيد، خصوصا بعد التألق في مباراة إشبيلية، واليوم تألق أمام أتلتيكو بيلباو ضد فرق كبيرة يتألق ويبدع. أتمنى أن يستمر في هذه الوتيرة وتبقى مباراة ممتعة لعبد الصمد الزلزولي اليوم. وهذا وكل شيء مدني فيما يخص عبد الصمد. لا تنسى الاشتراك، لايك الفيديو، والى اللقاء.